السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم. معاكم مستر يوسف يحيى. هنكمل النهاردة Unit 1 Lessons 5 and 6. تعالى كده نشوف الفوكاب مع بعض. Achieve بمعنى ينجز أو يحقق. Achievement بمعنى إنجاز. Against يعني ضد. Amaze بمعنى يدهش. Award يعني جائزة. Champion يعني بطل. Clear بمعنى واضح. Focus التركيز. Improve بمعنى يطور. Moral بمعنى مغزى أو درس أخلاقي، يعني الهدف من حاجة معينة. National يعني قومي. Opponent يعني خصم أو منافس. Practice بمعنى يمارس أو يتدرب. Qualities بمعنى مميزات. ranking يعني تصنيف. speed السرعة. table tennis اللي هو تنس الطاولة أو البينج بونج. talent يعني موهبة. top بمعنى القمة أو الأول. victory يعني انتصار. نشوف الاديشنال فوكاب. African يعني أفريقي. age بمعنى سن أو عمر. Arab يعني عربي. attention بمعنى اهتمام. competition يعني مسابقة. connect بمعنى يوصل. cup بمعنى كاس. difficulty يعني صعوبة. ITTF ده abbreviation أو اختصار لكلمة International Table Tennis Federation. طبعا احنا بنشوفها دايما بالشكل ده، ITTF كلهم كابيتال، اللي هو الاتحاد الدولي لتنس الطاولة. journey يعني رحلة طويلة. lower أكثر انخفاضا. let بمعنى يسمح. person يعني شخص. rest بمعنى الباقي. share يعني يشارك. the United Nations يعني الأمم المتحدة، وبنعملها abbreviation أو اختصار UN capital. تعالى كده نشوف الأسئلة اللي معانا بعد كده. هنا عندي talents يعني مواهب. achieve ينجز أو يحقق. cup قلنا يعني كاس. person يعني شخص. number 1 هانا won the African إيه؟ هانا فازت بإيه الأفريقي. she's a top player هي اللاعبة الأولى. يبقى هقول African cup بكاس أفريقيا. تمام. بعد كده نمبر 2 our grandpa told us جدنا أخبرنا that we could improve our إن احنا نقدر نطور إيه talents مواهبنا. تمام. يبقى our grandpa told us that we could improve our talents through practice. نقدر نطور المواهب بتاعتنا من خلال الممارسة أو التدريب. نمبر 3 I always work hard to not victories. أنا دايما عملت باجتهاد to not victories عشان أعمل إيه انتصارات، أحقق أو أنجز انتصارات، تبقى achieve victories بكي أحقق الانتصارات أو أنجز الانتصارات. بعد كده عندي language expressions اللي هي التعبيرات اللغوية. عندي كلمة achieve يحقق أو ينجز. achieve victories يحقق انتصارات. come true يتحقق أو يصبح حقيقي. explain clearly يشرح بوضوح. work hard يعمل باجتهاد. نيجي للprepositions اللي هي حروف الجر. in what ways يعني بأي طرق. in what ways. at the age of بمعنى في عمر كذا أو في سن كذا. مثلا at the age of 5 في عمر الخامس. at the age of 10 في عمر العاشرة. born on بمعنى ولد فيه، وهاخد بالي born on بيجي له وراه تاريخ كامل. يعني أقول لك إيه born علي was born on the 1st of November اتولد يوم 1 نوفمبر. بعد كده stop from يمنع من. for long hours بمعنى لساعات طويلة. step by step بمعنى خطوة بخطوة. the world of work
the world of work يعني عالم العمل. بعد كده عندي irregular verbs الافعال الشاذة، التصرفات بتاعت الافعال الشاذة مع بعض كده. become became become become became become rise rose risen rise rose risen choose chose chosen choose chose chosen speak spoke spoken speak spoke spoken. طبعا الافعال دي لازم اكون حافظ تصريفاتها لان هنا مش بضيف لها اي دي، فما لو مش حافظها مش هعرف اكتبها لما تجيلي في الاسئله. بعد كده عندي words and opposites الكلمات وعكسها. عندي كلمه high مرتفع يبقى عكسها low منخفض. national قومي او محلي عكسها international بمعنى دولي. good at جيد فيه يبقى عكسها bad at سيء فيه. important هام عكسها unimportant غير هام او غير مهم. تعالى كده نشوف اللي بعديها. عندي هنا spoken on international in. number 1 بيقول لي the opposite of national is عكس كلمة national. national يبقى عكسها international. تمام. number 2 my father was born the 1st of October 1985. بابا اتولد ايه 1 اكتوبر 1985 يبقى ده تاريخ كامل يبقى انا عايز هنا on. number 3 children have not many times about their future plans. الأطفال عملوا إيه عدة مرات عن الخطط المستقبلية بتاعتهم يبقى have spoken تحدثوا. تمام. بعد كده عندي هنا language notes الملاحظات اللغوية. عندي كلمة born in بمعنى اتولد في كذا بالبلدي ولد فيه قبلها was أو were يعني was born in أو were born in. هاخد بالي لما أقول born in يبقى بعد منها يا إما مكان يا إما سنة يا إما شهر. I was born in October 1985. أنا اتولدت في شهر أكتوبر سنة 1985. مستر ما أنت حضرتك لسه قايل من شوية born on وراه تاريخ. ده مش تاريخ. التاريخ عشان يبقى تاريخ كامل لازم يتوجد فيه اسم اليوم. هنا ده شهر وسنة. فالشهر لوحده هياخد إن، السنة لوحدها هتاخد إن، شهر وسنة هتاخد إن. لو زودت معاهم اليوم تبقى on، مفيش اليوم تبقى in. number 2 my parents were born in a village. my parents were born in a village. والدي ولدوا في قرية. يبقى القرية هنا إيه مكان. نفس الفكرة إيه born on قال لي قبلها was born on أو were born on ولد فيه وهيجي لي وراها تاريخ الكامل اهو. هانا جودة was born on the 12th of December 2007. اهو 12 ديسمبر هنا اليوم اتوجد عشان كده قلت ايه born on. بعد كده عندي كلمة however بمعنى ومع ذلك بستخدمها للتعبير عن التناقض. التعبير عن التناقض بالبلدي كده جمل مش راكبة مع بعضها عكس بعضها مش متناسقة. تعالى كده نشوف. هانا was young هانا كانت صغيرة. however ومع ذلك she became top of women's world ranking. أصبحت الأولى في التصنيف العالمي للسيدات. هي صغيرة ومع ذلك أصبحت الأولى في التصنيف العالمي. إزاي صغيرة تبقى هي الأولى على العالم؟ هاخد بالي إن كلمة however اتحطت في النص بدأت ب H كابيتال قبلها نقطة وبعدها كوما. يبقى دايما however ما بين جملتين بينهم تناقض بتبدأ بحرف كابيتال قبل منها نقطة وبعد منها كوما. عندي كلمة also بمعنى على الرغم من. تمام. برضه بتعبر عن تناقض زي كلمة however مع الاختلاف ان كلمة also ينفع احطها في الاول او احطها في النص. تعالى كده نشوف. although he is poor بالرغم ان هو فقير he is happy هو سعيد. هو فقير وسعيد بالرغم من ان هو فقير فهو سعيد. although he is poor he is happy. ينفع اعكسها واقول he is happy although he is poor. مفيش فرق. مفيش اي مميزات تميزها عن however. however هي المميزة ان هي في النص تبدأ بكابيتال قبلها نقطة بعدها كوما. although لو جات لي في الاول هتبقى كابيتال جات لي في النص هتبقى سمول. بعد كده عندي كلمة what دي أداة استفهام ينفع أحولها إلى صيغة تعجب. إزاي؟ إن أنا أحط بعدها يا إما اسم يا إما اسم موصوف. يعني إيه اسم موصوف؟ صفة زي الاسم. هنا قال إيه؟ what an achievement. what an achievement يعني يا له من إنجاز. achievement ده اسم. طب what a great achievement. what a great achievement يا له من إنجاز رائع. أهو great دي صفة وachievement ده اسم. أهو
صفة زائد اسم يبقى ده اسم موصوف. لكن achievement فقط ده هو عبارة عن ايه؟ اسم. يبقى واضح هحط بعد منها يا اما اسم يا اما صفة زائد اسم عشان احولها من أداة استفهام إلى أداة تعجب. بعد كده عندي كلمة as صفة as صفة as بمعنى مثل، وباخد بالي ان as بحط في النص ما بينهم الصفة بدون أي إضافات أو تغييرات. هانا جودة works just as hard as any older player. هانا جودة works بتعمل just فقط as hard as بجد any older player باجتهاد زي أي لاعب كبير. تعالى كده نشوف الشويسز اللي عندنا. Number 1 not an interesting book. Who, why, what, how. An interesting book ادي صفة وادي اسم يبقى انا على طول كلمة what. مازن is short he plays basketball. مازن قصير بيلعب كرة سلة. كرة السلة عايزة ناس طويلة يبقى هنا في تناقض وتناقض والكلمة هتبقى في الأول يبقى also. Number 3 I was born June 22nd 2012. ده تاريخ يبقى التاريخ اسمه was born on. بعد كده جينا على الديفينيشنز التعريفات. التعريفات هي ممكن تيجي لي على شكل اختيارات. تمام، التعريف مكتوب وانا بكتب الكلمه الاصليه بتاعته. ممكن يجي لي على شكل ماتشنج توصيل ان هو يكتب لي تحت تعريفات والكلمات ملخبطه انا اوصلها. المفروض الكلمات دي انا حافظها، فانا بقرا التعريف فمن خلال ترجمتي للتعريف بقدر اتعرف على الكلمه اللي هو عايزها. تعالى كده نشوف التعريف الاولاني او الديفينيشن الاولاني. I think that someone has done very well. شيء عمله شخص بطريقه جيده جدا يبقى ايه؟ achievement انجاز. The people you play against in a competition. الناس you play against اللي حضرتك بتلعب ضدها in a competition في منافسه او مسابقه يبقى opponents اللي هم المتنافسين او الخصوم. The person who wins a competition الشخص اللي بيفوز بالمسابقه يبقى بسميه champion بطل. Success in competitions النجاح في المسابقات يبقى اسمه victories انتصارات. Giving special attention اعطاء اهتمام خاص to something you do لشيء انت بتفعله، يعني بتركز اهتمامك كله على حاجه بتبقى بتعملها يبقى اسمها ايه؟ focus تركيز. بعد كده عندي الwords and synonym كلمه ومرادفها والكلمه ومعناها. achieve يحقق تعادل كلمه succeed in ينجح فيه. begin يبدا يعادلها في المعنى كلمه start يعني يبدا. عندي السفكس اللاواحق كلمة achieve حولتها إلى achievement. achievement يبقى أنا نطقت mint في الآخر يبقى mint دي بسميها suffix لاحقة لأنها جات لي في نهاية الجملة وهاخد بالي achieve بمعنى ينجز أو يحقق حولتها achievement إلى إنجاز يعني كانت verb حولتها إلى إيه؟ noun. يبقى هي دي وظيفة السفكس إن هي بتغير لي وظيفة الكلمة، بتغير الوظيفة وبتغير المعنى. ينجز إنجاز، يحقق إنجاز. طيب بعد كده عندي النهارده حاجه جديده شويه ممكن حضراتكم تكونوا عارفينها من الشغل الشات بتاعكم بس احنا بنستخدمها في الكتابه الانفورمال بالنسبه للايميلات. هنشوف كده مع بعض. بيقول لي important abbreviations اختصارات هامه. طبعا الاختصارات دي انا هشوفها مكتوبه قدامي فلازم اكون عارف معناها. انا مثلا هاخد بالي ان في منهم كابيتال وفي منهم سمول. BTW تعادل كلمه ايه؟ باي ذا واي يعني بمعنى بالمناسبه او على فكره. يبقى لما الاقيها BTW ما بقولش BTW بقول ايه؟ باي ذا واي على فكره. في يعني very جدا. talk to you later TTYL يعني سأتحدث إليك لاحقا. thanks لأن اللي حصل إيه؟ معنى شكرا شال الإس وحط إكس. see you capital تعادل كلمة see you يعني أراك لاحقا أشوفك بعدين. LOL بمعنى laughing out loud يعني الضحك بصوت عالي. حضرتك بتكتب لشخص وقال لك مثلا حاجة ضحكتك خلتك تسهل على نفسك من الضحك فأنت مش هتعرف في الكتابة تعبر عن ان انت بتضحك بصوت فبتروح كاتب له LOL يبقى هو كده فاهم ان انت مسخسخ من الضحك. طيب تعالى كده نشوف التشويسز اهي. نمبر 1 the synonym of begin is مرادف كلمة begin هي begin يعني يبدأ. يبقى انا عايز كلمة معناها يبدأ لقيت start. نمبر 2
نقط are the success in competitions هي النجاحات اللي بتحققها في المسابقات، يبقى ايه victories انتصارات. Number 3 the abbreviation for CU is اختصار كلمة CU أيضا CU حرف C. جينا لل reading بتاعنا listening literature يعتبر أدب. هنا بيقول لي pre-question السؤال التمهيدي What's your favorite sport؟ ما هي رياضتك المفضلة؟ بيقول لي read and listen to the story اقرأ واستمع إلى القصة. A rising star نجم صاعد. بيقول لي هانا جودا when هانا جودا first started playing table tennis لما هانا جودا أو عندما بدأت هانا جودا لعب التنس at the age of 4 في سن الرابعة her talent for the sport موهبتها في الرياضة quickly became clear بسرعة أصبحت واضحة. However ومع ذلك there was a problem كان في مشكلة. The table was too high for her الترابيزة بتاعت التيبل تنس كانت عالية أوي عليها. What can we do? Her coaches asked المدربين بتوعها بدأوا يسألوا نفسهم هنعمل إيه؟ ما الذي نستطيع أن نفعله؟ Seeing how much she wanted to play لرؤيتهم مدى شغفها أو إن هي عايزة تلعب قد إيه يعني حبها للعبة وإن هي عايزة تلعب. In the end في النهاية they made the legs shorter جعلوا الأرجل بتاع الترابيزة أقصر يعني قصوا رجلين الترابيزة so that the table was lower لذلك الترابيزة أصبحت منخفضة أو أكثر انخفاضا. Since then منذ ذلك الحين هانا has improved year after year هانا اتطورت وتحسنت سنة بعد سنة and she amazed the table tennis world وأذهلت عالم تنس الطاولة by her speed بسرعتها and focus وتركيزها. Born on 12th of December 2007 هانا المولودة سنة يوم 12 ديسمبر 2007 became Egypt's youngest ever national champion أصبحت أصغر بطل مصري قومي in 2019 at the age of 12 في عمر 12. Just 1 year later بعد سنة فقط she came top of the ITTF أصبحت الأولى للITTF اللي احنا قلنا ايه International Table Tennis Federation اتحاد الدولي لتنس الطاولة under 15 تحت 15 سنة Women's World Rankings يعني أصبحت ال 15 في التصنيف العالمي للسيدات. أصبحت الأولى أو في التصنيف الأول معلش عشان بردان بس النهارده أصبح تصنيفها الأول للتصنيف العالمي للسيدات تحت 15 سنة the first African and Arab player to do so وكمان أول أفريقية وعربية تلعب اللعبة دهيت. Then in 2022 ثم سنة 2022 she won a top award خدت الجائزة الأولى at the ITTF African Cup in Lagos في كأس أفريقيا في لاجوس أخذت الجائزة الأولى. What an achievement يا له من إنجاز رائع. The United Nations الأمم المتحدة تشوز هانا اختارت هانا to take part in شباب بلد عشان تشارك في شباب بلد. ايه شباب بلد ده؟ A project in Egypt هو مشروع في مصر to help young people لمساعدة الشباب learn انهم يتعلموا and connect in the world of work ويتصلوا بعالم العمل. Although Hannah is still much younger than many of her opponents بالرغم ان هانا ما زالت اصغر من كثير من منافسيها she works just as hard as any older player فهي تعمل باجتهاد مثل أي لاعب أكبر منها. She has also spoken هي أيضا تحدثت about how important عن مدى أهمية it is for her الأهمية بالنسبة لها to take things step by step يعني تحدثت عن أهمية إن هي تاخد كل حاجة خطوة بخطوة. Always learning and trying hard to achieve her victories دايما بتتعلم وتحاول تحقق انتصاراتها. Hannah really enjoys practicing for long hours every day. هانا حقا كانت بتستمتع بالتدريب لمدة ساعات كل يوم. Even if it is hard work برغم ان هو عمل شاق. She is showing young people بتوضح او بتبين للشباب in Egypt في مصر that not only is it possible to make your dreams come true no مش ممكن فقط ان انت تحقق احلامك او تخلي احلامك تصبح حقيقة but you can also enjoy the journey ولكن ايضا يمكن ان تستمتع بالرحلة even if the road is difficult
حتى لو الطريق صعب. نشوف اللي بعد كده. هنا عندي ايميل بيقول لي What activities did you do last summer holiday؟ ايه الانشطه اللي حضرتك عملتها في الاجازه الصيفيه الماضيه؟ read وليد ايميل، هنقرا الايميل بتاع وليد and answer the questions، ونجاوب على الاسئله. تمام. يبقى هنا عايز يفكرني بالايميل. لو انا خدت بالي اول حاجه قال ايه؟ from من وليد، بعد منها to اشرف الى اشرف، subject الموضوع my summer. هاي اشرف، مرحبا يا اشرف. hope you and your family are okay، اتمنى انك وعيلتك تكونوا بخير. we are all fine، كلنا بخير. I am back at school، انا رجعت المدرسه this week، هذا الاسبوع after the summer vacation، بعد الاجازه الصيفيه. the summer vacation was good، الاجازه الصيفيه كانت رائعه او كانت جيده. but I am happy to be back at school now، لكن انا مبسوط ان انا ارجع المدرسه دلوقتي. I can see all of my friends، اقدر اشوف كل اصحابي. and it's good to learn something، وهو شيء جيد ان انا اتعلم شيء new جديد every day again، كل يوم. يعني هي حاجه كويسه ان انا اتعلم كل يوم حاجه جديده. باي ذا واي، بص انا قريت ايه؟ باي ذا واي على فكره، يبقى البي تي دبليو بنقراها باي ذا واي. باي ذا واي I learned quite a lot in the summer vacation، تعلمت الكثير في الاجازه الصيفيه. but I didn't learn the things you usually study at school، لكن ما تعلمتش الحاجات اللي انت عاده بتتعلمها في الدراسه. instead بدلا من ذلك I volunteered، تطوعت to teach adults، ان انا اعلم البالغين to read and write in Arabic، ان هم يقروا ويكتبوا باللغه العربيه. and I learned how to explain things، وتعلمت ازاي اشرح الاشياء clearly بوضوح. I think that will be useful، اعتقد ان ده هيكون مفيد to me بالنسبه لي. now we are back at school، لان احنا رجعنا المدرسه. of course بالطبع I also had some fun، بالطبع استمتعت او حصلت على بعض المتعه in the summer vacation، في الاجازه الصيفيه. I often helped my dad، غالبا ساعدت بابا in his workshop، في ورشته. we both enjoy playing ping pong، احنا الاثنين استمتعنا بلعب البينج بونج. so we decided to make a ping pong table، قررنا ان احنا نعمل ترابيزه بينج بونج. it was hard work، كان عملا شاقا. but we were بص هنا تبقى يبقى ننطقها very happy، ولكن كنا سعداء جدا with the table، بالترابيزه when it was finished، لما خلصت. we were able to play ping pong every day for the rest of the vacation، كنا او قدرنا ان احنا نلعب بينج بونج كل يوم طول الاجازه. how was your summer، كيف كانت اجازتك؟ talk to you later، اشوفك بعدين. وليد. تمام. نشوف بعد كده. تعالى كده نشوف التشويسز اللي عندنا. نمبر 1 باهر bought a new rocket to play. باهر bought a new racket to play، باهر اشترى مضرب جديد عشان يلعب، يبقى تيبل تنس. تمام. نمبر 2 the winner of the competition will receive a special، الفائز في المسابقة هيستلم ايه مميز او ايه خاص؟ award، جائزة. نمبر 3 the view from the top of the mountain cannot anyone، المنظر من قمة الجبل يقدر يعمل ايه لأي شخص؟ it's wonderful، رائع، يبقى amazed، يدهشه. نمبر 5 نجوى studied English long hours so she got high marks، عايز اقول نجوى درست انجليزي او ذاكرت انجليزي لساعات طويلة، يبقى 4 long hours. رقم 5 to get a good job، للحصول على وظيفة جيدة you must know your skills، يجب ان انت تعمل ايه لمهاراتك، يبقى improve، تطور او تحسن مهاراتك. نمبر 6 our teacher explained the lesson I understood it well، المدرس بتاعنا شرح الدرس ازاي انا فهمته كويس، يبقى اكيد شرحه بوضوح، يبقى clearly، يبقى العمليه كلها زي ما احنا شايفين معتمده على الفوكاب، حفظ الكلمات عشان اقدر اترجم واحل صح. نمبر 7 we have holiday on October 6، عندنا اجازه يوم 6 اكتوبر. it's a local holiday، هي اجازه قوميه، يبقى ايه national. فاتن was born October 11 2012، ده تاريخ، يبقى انا عايز was born on. تمام. the internet is not to the computer، الانترنت معمول ايه للكمبيوتر. you can search now، تقدر تبحث دلوقتي، يبقى اكيد متوصل، يبقى اقول connected. my father wanted to change his old car، بابا اراد ان هو يغير عربيته القديمه because of its slow، بسبب ايه البطيء بتاعها، اكيد speed هي اللي بطيئه. سوري. رقم 11 او 11 I lose my note when there is much noise، بفقد ايه لما يكون في دوشه كتير، اكيد بفقد تركيزي، يبقى focus.
Number 12 to change the verb achieve into a noun عشان اغير الفعل achieve الى اسم we add the suffix بزود انهي نهايه achieve انا حافظها achievement يبقى انا زودت لها ment بنطق الكلمتين مع بعض. بعد كده عندي مجموعه ثانيه number 1 a not is the person who wins a competition الشخص اللي بيفوز بالمسابقه بسميه بطل يعني champion. Number 2 what subjects are you not at علي ايه المواد اللي انت ايه فيها يا علي I do well in English and math انا بحل كويس او بشتغل كويس في الانجليزي والرياضه. تمام يبقى انا عايز اقول له ايه المواد اللي انت شاطر فيها يبقى ايه good at. You can't climb this tree ما تقدرش تتسلق هذه الشجره it's very ايه هي ايه جدا طبعا مش هتقدر تتسلقها يبقى very high عاليه جدا. The water in the river is ميه النهر ايه so there might be a flood ولذلك ممكن يكون في فيضان يبقى اقول ايه rising بترتفع. تمام our group went on a long ايه by car المجموعه بتاعتنا راحت في ايه طويل بالعربيه يبقى اكيد راحت رحله طويله يبقى journey. Number 6 it was a great ايه to win the tournament هو كان ايه رائع ان انت تفوز بالبطوله اكيد انجاز يبقى achievement. Number 7 the story has a good ايه القصه ليها ايه جيد it teaches us how to work hard هي بتعلمنا كيف نعمل باجتهاد يبقى اكيد مغزى او هدف يبقى moral. حبيبة has a نقط for singing حبيبة has a ايه for singing حبيبة عندها ايه للغناء she has a beautiful voice عندها صوت جميل يبقى اكيد talent موهبة للغناء. Number 9 نبيل lost the match because his A was stronger than him نبيل خسر المباراة لان A بتاعه كان اقوى منه يبقى اكيد المنافس بتاعه يبقى opponent. Number 10 the team is going to have a party الفريق هيعمل حفلة because of their victory بسبب الانتصار بتاعه او بتاعهم. Number 11 our team had good A last season الفريق بتاعنا عمل ايه جيد الموسم اللي فات he had the highest score حصل على اعلى سكور يبقى ايه ranking تصنيف جيد. Number 12 I like my teacher because he or she has many good ايوه qualities صفات جيدة. بعد كده هو هنا عايز يعرفني how to write an email عشان ازاي اكتب ايميل. عملية ببساطة عشان اكتب ايميل عندي مجموعة حاجات او مجموعة سطور لازم اكتبها في البداية. كلمة from يعني من تمام بحط بعدها اسم المرسل اليه سوري اسم المرسل يبقى انا عندي كلمة from بمعنى من بكتب بعدها اسم المرسل اللي هو الشخص اللي باعت الايميل. تحت السطر اللي تحتيها بكتب to يبقى بعدها بمعنى الى يبقى اسم الشخص اللي انا ببعت له اللي بنسميه مرسل اليه يبقى from المرسل اللي هو باعت الايميل to المرسل اليه اللي هيستلم الايميل. بعد كده subject اللي هو موضوع الايميل بتاعي هتكلم فيه وابدا احكي فيه. بعد كده بنزل تحتيها بكتب هاي او هالو زائد المرسل اليه هاي علي هالو علي اي واحده فيهم. بعد كده بكتب الموضوع بتاعي في حدود من 80 ل 90 كلمه. في عندي جمله ختاميه ممكن see you soon best wishes all the best. بعد كده التوقيع كلمه يوز زائد اسم الايه المرسل. تعالى كده نشوف ايميل قدامي هنا بيقول لي write an email to your friend اسراء اكتب ايميل لصديقتك اسراء to tell her لكي تخبرها about your summer holiday عن اجازتك الصيفيه. your name is منى اسمك منى او اسمك منى. يبقى هو لما اعطاني ايميل عشان اكتبه اعطاني اسم الصديق واعطاني اسمي ما تكتبش اسمك انت هتكتب الاسماء اللي هو اعطاها لك. يبقى هنا مين اللي هيبعت الايميل ده هو منى مين اللي هيستلم الايميل اسراء فهنا هقول from من منى to الى اسراء. subject هنتكلم عن ايه my summer holiday اجازتي الصيفيه. هاي اسراء مرحبا يا اسراء. how are you and your family اخبارك ايه واخبار العيله. I want to tell you about my last summer vacation عاوز اكلمك عن اخر اجازه صيفيه ليا. يبقى لو انا خدت بالي اول جملتين في الايميل how are you and your family دي ممكن ابقى افضل حافظها. I want to tell you about not عاوز اكلمك عن كذا يبقى تحيه اللي هي how are you and your family. بعد منها I want to tell you about عاوز اكلمك عن كذا واحط وراها موضوع الرساله. وبعد كده ابدا اتكلم في الموضوع. قال لي the summer vacation was great الاجازه كانت رائعه.
I worked hard to improve my writing skills. أنا عملت باجتهاد عشان أحسن مهارة الكتابة عندي in the summer vacation في الأجازة الصيفية. By the way على فكرة I volunteered تطوعت to teach old people علشان أعلم الناس الكبار to read and write in Arabic إن هم يقروا ويكتبوا بالعربي. I think I did very well. أعتقد إن أنا أديت جيدا. I also had some fun in the summer vacation. حصلت على بعض المتعة في الأجازة الصيفية. I often helped my dad. غالبا ساعدت بابا in his shop في المحل بتاعه. It was hard work. كان عملا شاقا but we were happy. لكن كنا سعداء. When it was finished لما خلص يعني كنا سعداء لما الشغل ده خلص. When we finished work at the shop لما خلصنا الشغل في المحل we enjoyed playing chess together. لعبنا شطرنج مع بعض أو استمتعنا بلعب الشطرنج مع بعض. It was fun. كان ممتع. But my dad usually won. لكن بابا كان دايما بيفوز. What about you؟ ماذا عنك؟ How was your summer؟ كيف كانت أجازتك؟ yours وتحت منها منى. يبقى منى دي الايه؟ الشخص اللي أرسل إليه الإيميل. تعالى كده نشوف التمرين اللي عندنا. هنا بيقول لي غادة went to her uncle's farm. غادة went to her uncle's farm with her family last summer. غادة ذهبت إلى مزرعة عمها مع عائلتها الأجازة الصيفية الماضية أو الأجازة الماضية. أنا بقول complete the dialogue. عايز أكمل المحادثة. فهنا هو جايب لي في الفراغ كلمة. ما زلنا لسه مش عارفين هل هو هيجيب لي في الفراغ كلمة أو هيجيب لي في الفراغ جملة، فإحنا بنتمرن على كله. فهدير بتقول إيه؟ هاي غادة، مرحبا يا غادة. How was your summer holiday؟ كيف كانت أجازتك الصيفية؟ فغادة ردت عليها هاي هدير، مرحبا يا هدير. It was not. كانت إيه؟ I had so much fun. استمتعت كثيرا. يبقى أكيد كانت رائعة. Great. واحد قال لي good، واحد قال لي wonderful، واحد قال لي exciting interesting. مفيش مشكلة. فهدير قالت that's nice. ده رائع. Where did you go؟ أين ذهبت؟ I not to my uncle's farm. أنا إيه؟ مزرعة عمي. يبقى أنا كده بجاوب على السؤال اللي فوق. بصيت لقيت السؤال فوق في did. تمام. يبقى معنى كده السؤال ماضي. يبقى لما بجاوب بحول الفعل الأساسي بتاعي اللي هو go إلى الماضي. يبقى هكتب إيه؟ went. يبقى I went to my uncle's farm. بعد كده هدير سألت سؤال did you go with؟ ذهبت مع. فالإجابة قالت I went with my family. ذهبت مع عائلتي. يبقى أنا هقول مع من ذهبت. يبقى كلمة من هي اللي ناقصة اللي هي أداة استفهام هو. بعد كده نمبر 4 هدير سألت سؤال did you do there؟ فعلت هناك. فردت غادة قالت لها we had picnics on farms. إذا عملنا نزهات في المزارع. يبقى ماذا يعني what did you do there؟ ماذا فعلت هناك. بعد كده بتقول لها did you take any photos؟ هل التقطت أي صور؟ فغادة ردت قالت لها حاجة I took many photos of the beautiful views. التقطت العديد من الصور للمناظر الجميلة. يبقى أكيد قالت لها إيه؟ yes I did. بعد كده التشويسز اللي بعديها. نمبر 1 بيقول the wall is too high to climb over. الحائط عالي جدا أو السور عالي جدا لكي نتسلقه. it isn't. يبقى هو ليس. أيوه ليس منخفضا. isn't low. نمبر 2 where was your grandpa born؟ أين ولد جدك؟ he was born نقط طنطا. المكان بياخد in يبقى was born in طنطا. نمبر 3 إيمان is young. إيمان صغيرة. من غير ما أفهم لقيت نقطة وكوما. يعني النقط محطوط قبل منها نقطة وبعدها كوما. وأنا مغمض تبقى اسمها however. هي أداة الربط الوحيدة اللي خدناها لحد دلوقتي. لازم قبلها نقطة وبعدها كوما. فتعالى كده نقراها. إيمان is young. she plays ping pong very well. إيمان صغيرة بتلعب بينج بونج كويس جدا. يبقى أكيد إيه however. مع ذلك بتلعب بينج بونج كويس. نمبر 4 Jack traveled to many not countries. جاك سافر للعديد من أنهي دول. so he speaks Arabic well. لذلك هو بيتكلم عربي كويس. يبقى أكيد دول عربية. هو إيه؟ Arab countries. دول العربية. نمبر 5 his dream to become a doctor not true. حلمه ان هو يصبح طبيب. عايز اقول بيتحقق او بيصبح حقيقة. يبقى ايه؟ came true. نمبر 6 the team worked hard to not victories. الفريق عمل باجتهاد لكي يحقق انتصارات. يبقى achieve victories. نمبر 7
the new invention الاختراع الجديد. not the world عمل ايه للعالم. it was great أذهل العالم. amazed the world. number 8 علي not missed this TV show. علي يفوت العرض التلفزيوني ده او البرنامج التلفزيوني ده. he liked to watch it all the time بيحب يتفرج عليه طول الوقت. يبقى always لو قلت always missed يبقى دايما بيفوته. طب بيفوته ازاي وهو بيحبه؟ يبقى عمره ما بيفوته ابدا. يبقى اقول ايه never. number 9 did you practice the piano last vacation every day. من غير ما افكر ده سؤال والرد بتاعه every day usually always حاجات ديت. يبقى أداة الاستفهام بتاعتها how often. how often did you practice the piano last vacation. كم مرة كنت اتمرنت على البيانو الأجازة الماضية. number 10 they not the beach last Sunday. هم عملوا ايه للشاطئ في الأحد الماضي. عندي كلمة last تدل على الباست الماضي يبقى اخد ايه visited زاروا الشاطئ. بعد كده هنا بيقول لي ميار هنا complete the sentences with the correct form. كمل الجمل بالشكل المناسب. ميار repair the broken chairs yesterday. منار تصلح الكرسي المكسور امس. عندي كلمه yesterday بتدل على الماضي يبقى كلمه repair هحولها في الماضي تبقى repaired. number 2 my brother and I not swim in the pool yesterday. جميل. من غير ما افهم المعنى عندي yesterday بتدل على الماضي وعايز الجمله منفيه يبقى انا عايز اعملها نفي في الماضي. النفي في الماضي didn't زي بالفعل في المصدر يبقى هقول ايه didn't swim. بعد كده نمبر 3 خالد always forgot to do his homework. خالد دايما بينسى يعمل واجب. he was active at school. هو نشيط في المدرسه. هو نشيط دايما بينسى يعمل واجب ابدا ما بينساش. يبقى اقول له ايه اعكسها تبقى never مش بينسى ابدا. never forget. never forgot. where be your father yesterday. تمام. هنا ما عنديش فعل في المصدر يبقى انا عايز verb to be في الماضي عشان كلمه yesterday verb to be في الماضي was او were. your father ده singular مفرد فهتاخد was. جايب لي نوعيه اسئله هي مش جديده ممكن نكون خدناها في الابتدائي بس برضه يعني احنا بنتوقع ان هي تكون موجوده في الامتحان. لسه مش عارفين لحد ما يحطوا مواصفات الامتحان. هو جمله كلماتها ملخبطه عايزني اعيد ترتيبها. reorder the following words to form meaningful sentence. أعد ترتيب الكلمات الآتية لكي تكون جملة مفهومة. العملية بسيطة. أنا عندي player هنا great tennis is table. فطبعا هبدأ بالكلمة اللي تحتها خط هنا دي الفاعل. بعد الفاعل بجيب إيه؟ الفعل يبقى هنا is. تمام. بعد الفعل هكمل هنا is a great table tennis player. هنا لاعبة table tennis رائعة. يبقى هنا is a great table tennis player. number 2 often Hurghada went they summer to win. نفس الفكرة they ايوه بعد منها الفعل بس انا لقيت ظرف من ظروف التكرار هتبقى ظروف frequency اللي هي كلمة often يبقى they often went to Hurghada in summer. هم غالبا راحوا الغردقة في الصيف. يبقى they often went to Hurghada in summer. بعد كده number 3 مازن how read did a story often. يبقى ده سؤال. السؤال بيبدأ بأداة استفهام how. بعد أداة الاستفهام حط الفعل المساعد يبقى how did. بعد كده الفعل يبقى how did مازن. بعد كده الفعل في المصدر عشان ده ماضي how did مازن read a story. لا كده في حاجة ناقصة يبقى أنا عايز أكمل أداة الاستفهام. أداة الاستفهام هتبقى اسمها how often did مازن read a story. تمام. how often did مازن read a story. بعد كده هنا بيطلب مني بيقول لي
write an email of 80 to 90 words. اكتب لي ايميل مكون من 80 ل 90 كلمة to tell your friend أمير، عشان تحكي لصديقك أمير about your summer school، عن مدرستك الصيفية اللي هو النادي الصيفي بتاع المدرسة. your name is علاء، واسمك علاء. تعالى كده نشوف الايميل مع بعض. زي ما قلنا هنبدأ from من علاء، يبقى اللي بعت الايميل كان علاء. to إلى أمير. بعد كده subject الموضوع قال لك ايه your summer school، يبقى هقول له my summer school، ما تكتبهاش your زي ما هو كاتبها، هو قال لك your مدرستك انت، يبقى له my summer school. هاي أمير، مرحبا يا أمير. how are you and your family، عامل ايه انت والعيلة. I want to tell you about my last summer vacation، هحكي لك عن او عاوز احكي لك عن اجازتي الصيفية الماضية. it was a great vacation، كانت اجازة رائعة. because I did many useful things، لاني عملت اشياء كتيرة مفيدة. by the way، على فكرة I joined a summer school، انضميت للمدرسة الصيفية او النادي الصيفي. to improve my skills، لتحسين المهارات بتاعتي. in many subjects، في العديد من المواد. I improved my English and math skills، حسنت او طورت مهارات اللغة الانجليزية والرياضة. I also practiced some sports، ايضا مارست بعض الالعاب الرياضية like football and table tennis، زي كرة القدم والتنس الطاولة. They also taught me، هم ايضا علموني some skills، شوية مهارات to repair things، لاصلاح الاشياء. at home، في المنزل. I really enjoyed my time there، انا حقا استمتعت بوقتي هناك. How was your summer، كيف كان صيفك. yours علاء، المخلص لك علاء. وبكده نبقى خلصنا يونت 1 بالكامل. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا. اشوفكم في حلقة جديدة مع يونت 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.